انت عارف ايه اللي ممكن يكسرك كلاعب؟ مش قلة التدريب بس، اللي ممكن يكسرك فعلا هو الإحباط. إنك تحط لنفسك رقم مش منطقي، هدف مش مناسب لقدراتك دلوقتي، وتيجي لما ما توصلش للهدف ده تتضايق وتزعل وتحبط. طب ليه؟ ليه تحسس نفسك إنك مش قدها؟ ما هو جسمك ممكن ما يكونش مش مهيأ، نفسيتك مش متظبطة، أو الكارثة إنك بتقارن نفسك بحد، أو ممكن يكون زميلك اللي واقف جنبك. خلي بالك، في لعيبة كتير وقعت بسبب الموضوع ده، فياريت ما تبقاش انت كمان منهم. انا عايزك تبدأ صح، شوف قدراتك ايه واشتغل على قدها. شوف قدراتك ايه، يبقى ده هو الهدف انك تنميه في المرحلة اللي جاية. ودايما حط لنفسك هدف صغير قابل للتحقيق. يعني لو انت مثلا في ضغط الهواء بتجيب 550، يبقى خلي الهدف اللي بعديه 552. خطوة صغيرة، خطوات كتير صغيرة هتوصلك للهدف الكبير. ولما توصل للهدف الصغير بتاعك اللي انت حطيته، اللي احنا قلنا مثلا 552، لازم تكافئ نفسك. النفس محتاجة انها تتكافئ. خطوات صغيرة في سبيل نجاح كبير محتاجة مكافأة، عشان انت بتلعب عشان تتطور. انت ما بتلعبش عشان ترضي حد او تبقى كويس في نظر حد. انا عايزك تثبت لنفسك انك قدها، وهتبقى قدها لو انت عايز تبقى قدها. النجاح ما بيجيش مرة واحدة، النجاح بيجي على خطوات. كل خطوة صغيرة مع خطوة صغيرة هتوصلك للهدف اللي انت عايزه. ما تستعجلش النجاح، الكلام ده انا قلته في فيديو قبل كده. ما تستعجلش النجاح، استعجال النجاح بيعمل اخطاء كبيرة. فخلي بالك، انت جاي تتعلم وتتطور، فما تصعبهاش على نفسك، واشتغل على نفسك، وتستمتع بكل خطوة صغيرة انت بتنجح فيها وبتقربك لهدفك.